للحديث أكثر عن المطبخ الجزائري معنا في الاستوديو نوال القاضي، إعلامية جزائرية وسفيرة التراث الجزائري. صباح الخير، أهلا بك في الجزيرة هذا الصباح. أهلا، صباح النور. شو لازم أقول لك، وش راكي سافا؟ إيه هذه هي بالذات هي بالذات إيه بالدرجة، إيه بالدرجة الجزائرية اللهجة نتاعنا. تمام، شكرا لك سيدة نوال. يعني كثير في أطباق قدامنا، خلينا نحكي هيك بشكل عام عن أشهر المأكولات في الجزائر. صباح الخير عليكم وصباح الخير للمشاهدين الكرام اللي يشاهدونا اليوم. في الحقيقة هي فرصة حتى نعرف بعاداتنا بتقاليدنا. احنا دائما الطبخ الجزائري مرتبط بيومياتنا، وارثينه في البيت. مثلا في البيت الجزائري نشوفوا انه الأم تمسك بنتها سن 8 سنوات تدخلها المطبخ، فنبلش ونشوف عنده ميزات كثيرة. المطبخ الجزائري معروف بالحلويات، أكيد أنتم عارفوا أنه أجمل هدية ممكن تقدم هي الحلويات الجزائرية. في منوعة يعني نعم، ملونة كثير كمان. هي تنوعها يعود إلى كبر حجم الجزائر القارة. فعندنا الجنوب معروف أنه الحلويات تكون عادة بالتمور حسب المواد الموجودة في الطبيعة. كل منطقة تختص بأنواع معينة من الحلويات. أكيد الآن منتشرة في كل مكان، لكن احنا نعرفه مثلا انه كل ولايه او كل منطقه في الجزائر معروفه بكيفيه معينه. لما نقولوا الكعك مباشره نقولوا كعكه المسان، لما نقولوا القطايف مباشره نعرفوا ان هي العاصمه وشوارع العاصمه. عشان هيك شوفوا جبت لكم اغلى شيء، حتى الطقم انتقيناه شوفوا بالذهب. هذا ايه طقم من السيراميك يصنع في القصبه العتيقه، وهذا ذهب خالص. اذا الامر في بالنسبه للمأكولات لا يرتبط فقط بنوعيه هذه المأكولات، نوعيه الطعام، انما بالشكل الذي يقدم به كذلك. هذا من ضمن الجزائريه فيما يتعلق بالأكل. هي فقط خلينا نقول أنه في الجزائر عندنا فن الضيافة، فالضيف عندنا عزيز وغالي تقدم له أغلى شيء. وعندنا احنا حلوياتنا ندللها، شوفوا نرسمها نلبسها حتى. شوف أنا عارف الجوزية هي من قسنطينة. ما عندي اليوم هي اصلا هذه الجوزيه حكايتها حكايه في قصر الباي، وهذا الجوزيه معروفه في قسنطينه. أكلة سريه، كانت سريه. نعم والله عندك فكره، ده شيء فرحني. صحيح، كانت الجوزيه بالذات اغلب الناس يقولوا انها عثمانيه، لكن هي مصنوعه في الجزائر وفي قسنطينه، وكانت صح سريه في قصر الباي انذاك، ولكن بعد انتشرت. والحين الحرفيين ما زالوا متمسكين بهذا الحلوى المميزه اللي تجيب الجوز والعسل الخالص. ما شاء الله، يعني تنوع، في تميز، في خلطات. عندنا التوابل خلطه سريه، وكل منطقه عندها. مثلا لما نقولوا راس الحانوت، اكيد سمعتوا فيها راس الحانوت. هي تشكيله لعده توابل، اكثر من 7 توابل، لكن كل منطقه عندها ميزه التابل اللي يكون يطغى عليها. مثلا راس الحانوت في وهران مش نفسه اللي في بسكره، مش نفسه اللي في قسنطينه. وراس الحانوت تبع الشوربه غير تبع الكسكسي، وغير تبع تحدثينا عن الكسكسي. ما الذي يتميز به الكسكسي الجزائري؟ وماذا عن فكره ان هناك كل منطقه في الجزائر تتميز بنوع خاص بها او بطريقه طهيه؟ راح نقول لك سر طبق الكسكس او الطعام او البربوشه، عده تسميات عندنا. هو طبق نوميدي بربري في الأصل. في الجزائر عندنا أكثر من 380 طريقة لتحضير الكسكسي. تخيل هذا التنوع، هذا التنوع خلى انه الكسكسي مثلا، عفوا انه الكسكسي العاصمه يجيب مرق ابيض، كسكسي الجنوب يجيب التمر وشغلات ثانيه. الكسكسي تصور من كثر ما كان الاستعمار الفرنسي لما ظل عندنا قرن و30 سنه اخذنا منه اشياء، الباكيت والكرواسون، وهو اخذ. تصوري انه الكسكسي الان صار عالمي بفضل انه الان في فرنسا العوائل الفرنسيه يوم الاحد تسوي كسكسي. صحيح. يعني فاز حتى على الأطباق الفرنسية. الكاسوليه هي الفاصوليا البيضاء الفرنسية بالدرجة الأولى. الآن الفرنسيين يأكلوا ويطلبوا الكسكسي بطريقة يعني هذا التواجد الفرنسي في الجزائر. الأكلات المفضلة. طب خلينا نحكي عن كل طبق باختصار. نعم أوكي. المهم اليوم جبت لكم عن طبق جديد اسمه الرشتة. هذا الطبق تقليدي جزائري غير معروف. هذا الرشتة. هذا هو الرشتة، وهي عجينة تصنع بعدين يعملوها تقطع بالإيد أو بالماكينة على شكل خيوط. كنت قدمتها هنا في قطر
زملاء لي والقطريين ذاقوها قالوا لي هذه النودلز الجزائرية غير معروفة والله، على شكل تجيب مرق أبيض وكتير كتير طيبة. هذه هي الرشدة. دجاج تصنع دائما بالدجاج؟ نعم، هي عادة بالدجاج، ونعملوها في المولد النبوي، نعملوها في المناسبات الدينية، في أفراحنا، في عدة مناسبات. يعني هناك هذا هو طبق الرشدة. أكلات ترتبط بالمناسبات، يعني أكيد مثلا أكيد. يوم الجمعة هناك أكلة معينة. الكسكسي يوم الجمعة، يوم الجمعة. البيوت طب بالأعياد الجزائرية، بالمناسبات غير نعم. الكسكسي؟ عندنا مثلا في المولد النبوي نعملوا الطمينة، دقيق مع عسل، مع احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. قريبا عاشوراء. نعم، في عاشوراء نعملوا عادة الدجاج، دائما يكون دجاج مع الشخشوخة، وهي شبه التريد القطري، نفس الشيء. هي رقائق تقطع ويحطوا عليها مرق، تجيب هذا الشيء. مثلا في أعراس عندنا يوم الفاتحة أو يوم ما الإمام يجي يقرأ الفاتحة، احنا ضروري في الأعراس الجزائرية الفاتحة تكون في بيت العروسة، ويطيبوا كسكسي ضروري، لازم كأنها يتباركوا. نتحدث عن المطبخ، يعني المغرب العربي بشكل عام نتحدث عن مزج جميل جدا ولذيذ جدا بين الحلو والمالح كمان. شو اللي بيميز المطبخ الجزائري عن المكونات؟ خلينا نحكي. نعم، اللي يميز المطبخ الجزائري عامة المكونات كلها طبيعية. من تعرفوا الجزائر خصبة، عندنا زيت الزيتون الخالص، عندنا ماء الورد اللي يقطر بطريقة تقليدية. طبعا هو مستخدم نعم، مستخدم كثير في الحلويات. هذه قطعة من المقروط التقليدي، هذا الشكل التقليدي. وفي بعد شكل آخر يعملوه، هلا صاروا يعملوه مقروط من هيك بأشكال متنوعة، لكن هذا التقليد. أول هذه خبزة القطيف نركز عليها كثير. نعم، اللي هي تشبه الكنافة. صحيح، بدي أسألك. نعم، هي صحيح، هي هذه الكيفية تقليدية جزائرية. الجميع يفكر أنها عثمانية، لكن هي مش عثمانية، أموية. كان الخليفة معاوية طلب من الطباخ نتاعو يعمل له شيء عشان يصوم، ياخذ منه قوته، لكن زمان كانت بالمكسرات مثل ما نسويها احنا في الجزائر، يعني حافظنا عليها احنا في الجزائر بالمكسرات. بعدين طب ماذا عليها؟ هي كلها جوز ولوز داخل. والحبوب الملونة؟ لا، هذه ملبس فقط للتشبيه، لما يجونا ضيوف فقط زينة. لكن الأساس نتاعها هو لوز وجوز. طبعا المعروف في الجزائر أنا عملته على الطريقة التقليدية، لأنه الحين في أشكال كثيرة للقريوش. ريحته طيب. شفتي ماء الزهر؟ هذا ماء الزهر. ماء الزهر من العناصر الأساسية في المطبخ الجزائري. نعم، الحلو الجزائري حتى نحطوه حتى في الطواجين تاعنا، في طاجين البرقوق نعملوا ماء الزهر، انه صناعه. احنا عندنا المطبخ الجزائري صناعه، كله مخدوم مش فقط نعتمدوا على مشاوي او كله عجين وصناعه تاخذ وقت كبير. لذلك المطبخ الجزائري قد سوء في الجزائر، يعني مش كل شيء دقيق فيه. لما تشوفي حبه الحلوى مثلا، حبه العرايش، شوفي شكلها. هذا ما أتحدث عنه، الموضوع ليس فقط في الطعم، إنما كذلك في الشكل مزين، يعني تشعرين أنها حلوى، واضح أنها حلوى. هي من حبنا نزينها، نلبسها، شوف الألوان، وكمان مش فقط الذوق. والله خليني نقول لك سر، حتى التسميات صاروا يبدعوا في التسميات لأنه من حبهم للحلويات. وفي أعراسنا كمان لما يقولوا والله هذاك العرس ناجح ومر، كيف كانت حلويات العرس، يعني لدرجة أنه شوف مكانة الطعام في الجزائر. طب أنا بس كعب الغزال. كعب الغزال هو هناك، هو في عدة تسميات أيضا، هو أصله عثماني، شوفوا من الشكل الهلال العثماني. كعب الغزال حكايته حكاية، هو مر من عدة دول. في الجزائر بدعوا فيه، عملوه ملبس بالسكر، وعملوه هذا الشرك اللي في الوسط نسموه الشرك العريان أو المشلح على قولة القطريين. فهم كله لوز وشكله شوفوا هلال، شكل إسلامي، وإحنا نعملوه في المناسبات كما نرى الآن على الشاشة. إذا الحلويات في المطبخ الجزائري حاضرة بشكل كبير جدا. نعم أكيد. طيب. هي جزء منا، جزء من تاريخنا، جزء من ثقافتنا. هي ثقافة. احنا عندنا تعرف أول شيء لما تجي للجزائر أول شيء يستقبل به الإنسان ضيفه هي المائدة.
هي المائدة لما تكون مزينة بعدد الحلويات اللي موجودة على الطاولة، هكا كأنك كبرت به يعني. ولأنه في البيوت العائلية لا تكتمل فقط بما نأكل وأيضا بما نشرب. ما الذي طبعا يميز؟ راح نضيفكم من الحين. احنا لازم نضيفك. الجزائر مشروبات الجزائر متنوعة. عندنا طبعا الشاي. طبعا طريقة سكب الشاي في الكوب. في كثير، وكل منطقة عندها طريقة. عندنا الشاي الترقي عنده طريقة وحدها، يعني الشاي الصحراوي الترقي. شكرا مشكورة. وعندنا احنا كان هي مرتبطة بالطوارئ كمان. ايه، ومش قلت لك كل طريقة بكل المناطق، كل منطقة عندها طريقتها في الشاي، في تقديم الشاي، لكن الأساسي هو شاي أخضر، والنعناع يكون موجود، أو الشيبة، أو يعني تختلف مرات حتى الأعشاب اللي يحطوها في الشاي تختلف. وعندنا كمان القهوة، هذه كثير ما يعرفوش أنه في الجزائر عندنا ما يسمى بقهوة العشية. هي قهوة مع حليب الساعة 4 هكا، مثل التي تايم. لديها وقت محدد. هي طيب حكينا عن العزائم، الأكل الحلو، الشاي، كل شيء. أكيد عندما نذهب لعزيمة لازم هيك نكون منقين وأنيقين ونلبس لباس جميل كما هو اللباس الذي ترتدينه سيدة نوال. احكي لنا شوي عن نعم، شكرا، تسلمي. هي في الحقيقة كل شيء مرتبط، كل شيء مرتبط. احنا الجزائريين بقدر ما المستعمر ضل عندنا وحاول يمحي ويطمس شخصيتنا، بقدر ما الشعب هذاك زاد تمسك اكثر. ولاحظت هذا الشيء لما خرجت من الجزائر، الكل يقول لي سبحان الله، انتم الجزائريين كلكم تلبسوا لباس تقليدي، يعني لسه محافظين. احنا ما فيش عرس او مناسبه، اي مناسبه كانت عائليه دينيه، ما نلبس لباسنا التقليدي. فاللباس التقليدي ضروري ومتنوع بتنوع وكبر الجزائر. عندنا كل منطقة يعني مختصة في شيء. عندنا الكراكو العاصمي، هذا اللبس اليوم اللي راني لبسته هو اللبس العاصمي، هذا الكراكو بالسروال المدور. في منطقة الغرب الجزائري البلوزة الجزائرية، في منطقة الشرق القندورة معروفة، في الملحفة الشاوية، في اللباس القبائلي الرائع، في عندنا الملحفة الصحراوية. كل منطقة نعتز بها وكل منطقة عندها لباسها اللي يحكي، يعني كل لبس عنده حكاية. قصور في الجزائر، قصور البيات موجودة للحد الحين في باستيون 23 حصن 23 موجود في قصر خداوج العمية. طبعا القصور تحتاج للباس كما بالقصبة لسه موجودة. قد نقلتنا إلى هذا الجو باللباس. أنا نقلتكم معي، يلا سافرتكم معي لأزقة القصبة القديمة. طبعا أنا رح أدعيكي تشربي شاي معنا قبل ما ننهي. تسلمي بصحتكم. شكرا. شكرا، ونشكرك على هذا الحضور في الجزيرة هذا بالعكس الصباح. هذا يشرفني، وانا الشيء اللي فرحت له اكثر انه هلا صار في اهتمام، لانه كثير طبعاً الجزائر كانت غير معروفة، لكن الحمد لله والحياة مع الزملاء الجزائريين وجنسيات مختلفة دائما تشكل لنا تنوع ثقافي، وهذا العالم الذي أصبح مترابطا في مكان ما. شكرا لك على وجودك في الجزيرة. شكرا جزيلا. شكرا.